هاي الهولنديين كانوا هم اول ناس يعملوا الحاجات دي. واول حاجه ديل اور نو ديل. برنامج ديل اور نو ديل بدا في هولندا باسم مليون يخت. وتاني حاجه بيج براذر. بيج براذر هو برنامج الواقع اللي غير برامج الواقع وكان اول مره في هولندا. ذا فويس. برنامج ذا فويس كان اسمه برنامج ذا فويس اوف هولاند في هولندا، وهو اللي كان بالكراسي اللي هي بتدور وبتلف، واتذاع اول مره في هولندا سنه 2010. رابع حاجه برنامج ديفراد اللي هو الخونه، وبدا في هولندا ودلوقتي بقى ضربه عالميه او هيت يعني. وخامس حاجه اول بنك دم في اوروبا سنه 1940 الدكتور الهولندي فيلم كولف كان هو اللي بدا اول بنك دم في اوروبا بعد ما اكتشف ان مفيش تخزين دم خالص في مدينه لاهاي بعد الحرب العالميه الثانيه، فهو اللي نظم حمله تبرع الدم بسرعه، وكمان غير حاجات كتير قوي في الطب ليها علاقه بالدم. سادس حاجه الشعله الاولمبيه. الشعله الاولمبيه ترجع طبعا لايام اليونان القديمه، لكن الهولنديين كانوا هم اول ناس يحيوها ويرجعوها تاني في سنه 1928 في اولمبياد امستردام، ومن ساعتها بداوا التقليد الاولمبي الحديث اللي احنا نعرفه دلوقتي. سابع حاجه اول اطلس جديد. سنه 1570 رسام الخرايط الهولندي اللي اسمه ابراهام ارتيليوس عمل اول اطلس جديد، ومن ساعتها غير رسم الخرايط للابد. على فكره ارتيليوس ولد في انتفيرب، لكن انتفيرب ساعتها كانت تبع هولندا، دلوقتي هي طبعا في بلجيكا. بجد؟ لا حلو قوي. بس كده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ده بيشجعني كتير، وكمان تعملوا فولو علشان تشوفوا الجزء الثاني. شوفوا الفيديو جاي. باي.